السلام عليكم ومرحبا بكم، إن شاء الله تكونوا بخير وبأحسن الأحوال. فيديو اليوم راح نحضر معكم هذا الخبز الصحي الغني بالألياف بالبروتين بالفيتامينات والمعادن. خبز مغذي بدون غلوتين، يعني راح نحضروه بدون أي نوع دقيق، مناسب لمرضى السكري اللي عندهم حساسية الغلوتين أو مشاكل في الجهاز الهضمي، ومناسب أيضا لجميع أنواع الريجيم. ويجي كيما راكم تشوفوا بزاف خفيف وطري ومذاق رائع. وبالنسبة لطريقة التحضير سهلة جدا، إذا خليكم مع المقادير وطريقة التحضير، ونتمنى لكم مشاهدة مفيدة وممتعة. ولتحضير هذا الخبز راح نحتاج 150 غرام من دقيق اللوز. تقدروا تشروا اللوز تاعكم مطحون واجد، يعني تشروا طحين اللوز ولا دقيق اللوز، او لا تطحنوه نتوما في الدار كيما طحنت انا اللوز. تقدروا تستعملوا اللوز بالقشور ولا بلا قشور. طبعا الا استعملتوا اللوز بلا قشور اللون تاع الخبز تاعكم راح يجيكم فاتح على كي تستعملوا اللوز بالقشور. تحاولوا تطحنوا اللوز تاعكم ناعم جدا قد ما تقدروا، وإلا بقاو لكم هكاك قطع ولا حبيبات في اللوز تاعكم معليش، يعني عادي تقدروا تستعملوه واللوز ما يكونش محمص. ضفت عليه ملعقة كبيرة ما يعادل 10 غرام من بذور الكتان يكونوا مطحونين، و30 غرام من قشور القاطونة أو نخالة القاطونة ولا قشور السيليوم. هذا المكون مهم جدا في الخبز اللي بدون غلوتين، هو اللي راح يجمع الخبز، وأيضا يساعد على أنه الخبز يجينا منفوخ وخفيف وطري من الداخل وما يجيناش معجن. يعني ضروري تحطوا هذا المكون في الخبز. وأيضا قشور السيليوم غنية جدا بالفوائد، مفيدة خاصة للجهاز الهضمي وتحسن من عمل الأمعاء لأنها غنية بالألياف، وراهي موجودة تقريبا عند جميع المحلات اللي يبيعوا المواد الطبيعية، وأيضا عند المحلات اللي يبيعوا الأعشاب التوابل والبذور. إذا هنايا كما شفتوا ضفت أيضا ربع ملعقة صغيرة من الملح وملعقة صغيرة من بيكربونات الصوديوم. هنا خلطت المكونات الجافة كامل مع بعض، وكما العادة راح نخلي لكم المقادير مكتوبة بالتفصيل في صندوق الوصف. وعلى المكونات الجافة راح نضيف حبتين من البيض كاملين وبياض بيضة، بالنسبة لحجم البيض يكون متوسط. نضيف على هذاك البيض ملعقة كبيرة من الخل. أنا استعملت خل التفاح، تقدروا تستعملوا أي نوع خل يكون عندكم ولا عصير الليمون. ونضيف عليهم أيضا 200 مليلتر من الماء يكون ساخن، ونخلط هاد المكونات كامل مع بعض. نحل في الأول هذاك البيض وبعدها نخلط كامل المكونات. هنا كما راكم تشوفوا الخليط اللي تحصلوا عليه في الأول يكون سائل بهذا الشكل. هنا ما تنخلعوش، يعني هنا الدور تاع قشور السيليوم عندها خاصية الذوبان في الماء وامتصاص كمية كبيرة من السوائل، هي اللي راح تجمع هذا الخليط وتعطيه قوام اللي نقدروا نشكلوا منه خبز في الأخير. راح نغطي هذا الخليط ونخليه يرتاح على الأقل مدة 30 دقيقة، إلا قدرتوا تخلوه أكثر يكون أحسن. راح هذوك القشور يتشربوا جيدا السوائل. هنايا بعد ما خليت هذا الخليط يرتاح لمدة 40 دقيقة، شوفوا القوام كيفاش يولي، يعني تحصلوا على قوام يكون متماسك نوعا ما. هنا راح نشكل خبيزات، ندهنوا يدينا غير بشوية تاع الماء لأنه الخليط شوية يتلاصق. هنا تقدروا تشكلوا خبزة كبيرة ولا دي باغيت ولا خبيزات بهذا الشكل. حاول دايما ندهن يديا غير بشوية تاع الماء باش نقدر نشكلهم بسهولة، والحجم تاع الخبز نتوما تتحكموا فيه. راح نبسطهم غير شوية ونحطهم هكا في بلاطو اللي يدخل الفرن، نفرش عليه ورق الطبخ. وبعد ما نكمل ونشكل كامل الحبات تاع الخبز، بالنسبة للمقادير اللي عطيتها لكم راح تحصلوا على 6 حبات خبز بهذا الحجم. ندهنهم بصفار البيض، هذاك صفار البيض اللي كنت خليتها على جهة، ونزينهم بالبذور. هنا زينوا الخبز تاعكم حسب الذوق وحسب البذور اللي يكونوا عندكم. أنا هنا راح نزينهم بالجلجلان البني والجلجلان الأبيض اللي هو السمسم. هنايا ملاحظات، تقدروا تنسموا الخبز تاعكم، ضيفوا له مثلا الكمون الزعتر التوابل، خاصة إلا بغيتوا تنقصوا من الطعم تاع البيض في هذا الخبز. ندخله يطيب في فرن اللي يكون مسخن مسبقا، طيبهم على درجة حرارة 150 إلى 160. مدة الطهي من 45 دقيقة حتى لساعة. خلوا الخبز تاعكم يطيب جيدا حتى يتحمر وينشف لكم خاصة ويطيب من الداخل.
ما تتقلقوش على الخبز تاعكم، ما تقووش عليه النار باش ما يجيكمش معجن من الداخل. هذه النقطة مهمة جدا. أعطوه المدة الكافية هذا الخبز في الفرن باش يطيب هكا، باش تتحصلوا على هذه النتيجة. وهذا هو الشكل النهائي تاع الخبز تاعنا اللي كيما راكم تشوفوا جا بزاف بزاف خفيف وطري وطايب حتى من الداخل ماشي معجن. راح نفتح لكم هنايا الخبز باش تشوفوا النتيجة من الداخل شحال يجي خفيف. تقدروا تحضروا به الساندويشات تاعكم، ترافقوا به الأطباق، تقدروا حتى تغمسوا به. النتيجة رائعة. هذا الخبز صحي مناسب كما قلت لكم لمرضى السكري، اللي عندهم حساسية من القمح، اللي عندهم مشاكل في الجهاز الهضمي، أو حتى للناس اللي يبغوا يتبعوا نظام غذائي صحي ويتناولوا خبز يكون غني بالفوائد. هذا الخبز راح يناسبكم، نتمنى تجربوه. وهنا نكون وصلت لنهاية الفيديو. نتمنى لكم دوام الصحة والعافية، والسلام عليكم.